24 غشت 1994 المغاربة لأول مرة غيعرفوا معنى هجمات إرهابية في بلادهم لأول مرة في تاريخ المغرب. تفجير غيستهدف فندق أطلس آسني المعروف في مدينة مراكش، هو الفندق اللي كان كيستقطب السياح اللي كيجيو للمدينة. مراكش اللي كان المغرب كيعتمد عليها في السياحة بزاف، واللي الاقتصاد ديالو كيعول بشكل كبير على السياحة. أكيد أنك منين سمعتي تفجير فندق أطلس آسني غادي يجي مباشرة في بالك الجزائر بطريقة ولا بأخرى، سواء اللي عاشوا هذيك الحقبة وعرفوا قصة الإرهابيين اللي قاموا بهذه العملية، أو حتى إلا معمرك ما سمعتي بهذه القصة في وقتها غتكون سمعتي على أن الدولة الجزائرية كتطالب من المغرب اعتذار على اتهام المخابرات الجزائرية بتنفيذ هذه التفجيرات الإرهابية. الجزائر كتنفي أي علاقة لها بهذه العملية، وباقي إلى اليوم الدولة الجزائرية ما تسرطاتش لها أن المغرب فرض الفيزا على الشعب الجزائري وحتى على الفرنسيين اللي من أصول جزائرية، وبسبب هذا الحدث غادي تغلق الحدود بين المغرب والجزائر إلى اليوم. فشنو وقع بالضبط؟ وشنو هي الحيثيات والتفاصيل ديال هذه القضية؟ شنو هي قضية أطلس آسني؟ وشنو هي قصة هجمات أطلس آسني؟ 12 نوفمبر 1982 مجموعة من العلماء المسلمين الجزائريين غادي يتجمعوا غيوجهوا نداء كيطالبوا فيه بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في الجزائر. اش وصلنا لسنة 1982؟ ربما كتسائل. نعم، كل شيء مترابط مع بعضه. كان هذا بداية تحرك فكر جديد قديم، أو خلينا نقولوا بداية تحرك تيار سياسي جديد في البلاد في العالم. سنة 1989 غادي يتم تأسيس جبهة الإنقاذ الإسلامية بالجزائر اللي غتدخل في منافسة شرسة وتاريخية مع الحزب الحاكم والوحيد اللي كان مسيطر على البلاد وغيفوز بنتائج كبيرة. الحزب اللي غيجتمع عليه الشعب الجزائري وغيفوز بنسبة ساحقة اللي كانت 82% ب 188 مقعد من أصل 231. ينبغي أن يتحدث لله. نحن كفرنا بجميع الأنظمة، كفرنا بجميع الأنظمة، ولو لم نكفر بهذه الأنظمة لما أسست الجبهة الإسلامية للإنقاذ. إن قالوا انتخابا انتخبنا، وإن قالوا لا جاهدنا. هادشي كان في 26 ديسمبر 1991، وفي 4 يناير 1992 غادي يتم الانقلاب على الشرعية الدستورية من طرف شادلي بن جديد رئيس الجزائر، وخلف الكواليس النظام العسكري اللي جاته حالة من الصدمة من هذا التغيير في السلطة. في 11 يناير 1992 شادلي بن جديد غيقدم الاستقالة ديالو. غيتم حل مجلس الشعب الوطني وغيقرر المجلس الأعلى للأمن اللي كان ماشي دستوري لحقاش كان في يد العسكر. وهنا غتبدا العشرية السوداء الجزائرية. سنة 1992 غيأسس عبد الحق العيايدة الجماعة الإسلامية المسلحة الجية، غادي يحول دارو لمقر العمليات وانطلاق شرارة الثورة المسلحة. طبعا كان في سرية قبل ما تعرف المخابرات الجزائرية بأمره. غيكون أول نواة مسلحة وأول جماعة بجبال الأربعاء ومفتاح وضواحي بالراقي، وغيبدا يقوم بعمليات مسلحة ضد الجيش. غيسيطروا على تكنات عسكرية وغيستوليوا على كميات هائلة من السلاح. وفي أوت 1992 غيتم تنصيب العيايدة كأمير للجماعة الإسلامية المسلحة، وغتبدا تخرج البيانات بلقبه الحركي أبو عدلان. غيهرب العيايدة لداخل المغرب وغتبقى الجماعة ديالو في الجزائر في مواجهات مع الجيش ديال النظام الجزائري.
غيبدا يتهم المغرب على انه كيدعم الجماعات المسلحه اللي ثارت على النظام الانقلابي ساعتها، وغيطلب النظام الجزائري من الملك الحسن الثاني باش يسلمهم العيايده. الملك الحسن الثاني غيرفض في الاول باش يسلمهم العيايده الا بامر قضائي بحكم من المحكمه. فعلا بعد ما غتحكم المحكمه بتسليم عبد الحق العيايده غادي يتم تسليم العيايده للجزائر. كان هادشي سنه 1993، وكان هذا التسليم كعربون من المغرب على انه لا علاقه له بالجماعات المسلحه داخل الجزائر. ولكن المغرب بعد سنه واحده غيتعرض لخيانه غير مبرره اخلاقيا ولو كانت مبرره سياسيا، انه رغم ان المغرب لا علاقه له بهذه الجماعات الا انه الجزائر غتقرر تنتقم من المغرب لغايه في نفس يعقوب. بزاف ديال الاسباب تجمعات، فبعد رفض الحسن الثاني تسليم اللاجئ العيايده الا بقرار المحكمه، زياده على ايمان المخابرات الجزائريه بان المغرب كيدعم هذه الجماعات المسلحه، المخابرات الجزائريه غتخطط بقياده الجاسوس كريم مولاي اللي غيجي للمغرب باش ينسق مع شخصيات بجنسيات جزائريه فرنسيه ومنهم مغربي. فشكون هما هاد الشخصيات وكيفاش كتنفي الجزائر المسؤوليه ديالها على هاد الهجمات الارهابيه على فندق أسني، بالرغم من ان كاع الادله كتشير لتورط المخابرات الجزائريه في هاد العمليه. كيقول المتهم الجزائري كريم مولاي: كنت على بعد عشرات الامتار من فندق أسني لحظه وقوع الانفجار. انا بصراحه ما كنتش على علم بالتفجيرات من قبل، لحقاش انا ما كنتش مسؤول على تنفيذ هاد المهمه. كانت المهمه ديالي هي جمع المعلومات والترتيب اللوجستي، ولكن من سمعت الصوت عرفت انهم داروها. اتصلت بيا المخابرات الجزائريه وطمنوني ووعدوني بتامين العوده ديالي للجزائر. وبعد نهار واحد غادي نغادر مراكش متوجه للناظور، ومن تما لوجده. في وجده غادي يتم الاعتقال ديالي لمده 10 ديال الساعات بعد ما غيلقاو عندي مجموعه من الصور اللي خديتها معايا من مراكش، بما فيها الصور القريبه من فندق اطلس أسني. غياخدوا لي التصاور وغيديهم للفحص. في هذا الوقت غادي نقدر باش نرشي واحد من الامن الخدامين في الحدود، وهكا قدرت نهرب عبر البوابه الخلفيه، ومن تما استسلمت للسلطات الجزائريه اللي غتنقلني للعاصمه. كيأكد كريم مولاي على ان مديريه المعلومات والامن الجزائريه DRS هي اللي خططت للتفجير ديال اطلس أسني. غادي يقول كريم مولاي في اعترافاته لاحد الجرائد اللندنيه على انه هو كان مكلف من طرف المخابرات الجزائريه بالجانب اللوجستي، يجمع فقط المعلومات ولكن ما عنده حتى علم على تفاصيل شنو كيتم التخطيط ليه. هاد العمليه كان العقل المدبر ديالها بواحد المغربي سميتو عبد اللطيف زياد، كان احد اعضاء حركه الشبيبه الاسلاميه، غيغادر المغرب لفرنسا اللي غيتطرد منها سنه 1984. من تما غيلتحق بليبيا، ومن ليبيا للجزائر، ومن تما غيدرب على السلاح مع قادة البوليساريو، وغيتم تجنيده من طرف المخابرات الجزائرية. هاد المخابرات اللي غتبقى مصرة على ان ما عندها حتى يد في هاد العملية الارهابية، بينما المنفذين اللي غيتم القبض عليهم 3 منهم كانوا جزائريين بجنسية فرنسية وواحد منهم مغربي. هادشي قبل ما يعترف في الاخير كريم مولاي عميل المخابرات الجزائرية بعد الهروب ديالو لندن بأن المخابرات الجزائرية نسقت مع المنفذين ورسلته هو براسو باش يتجسس ويشوف الجزائريين فين كاينين في مراكش، وياخذ معلومات على الفندق اللي تمت فيه العملية والمحيط ديالو. في 24 غشت 1994 مجموعة إرهابية مسلحة غتدخل الفندق أطلس أسني وغتبدا تطلق النار عشوائيا على الناس في الفندق. غيتم قتل 3 ديال السياح وإصابة شخص في هذه العملية، وبسرعة غادي يخرجوا المجرمين من الفندق، غيخطفوا طوموبيل بها بمولاتها المغربية وغيهربوا من مسرح الجريمة. بعد مسافة غادي يطلقوا السيدة وغيمشيو بالطوموبيل حتى غادي يلقاها الأمن من بعد في واحدة من زناقي مراكش. غيتم القبض على الجزائريين 3، هامل مرزوق وستيفان أيتيدر ورضوان حمادي. غيتحكم على 2 بالمؤبد و1 بالإعدام. وبعد كشف غدر المخابرات الجزائرية وبان باللي ما بقى حتى شي مجال للشك بعد القبض على المنفذين أنها هي وراء التفجير الإرهابي،
غادي يقرر الملك الحسن الثاني مباشرة باش يفرض الفيزا على الجزائريين باش يتم التأكد من الداخل والخارج المغرب ومعرفة الجواسيس اللي كترسلهم الجزائر لضرب الاستقرار والسياحة في المغرب. كانت الضربة مدروسة والتبعات ديالها كبيرة، الضرب في صميم السياحة المغربية وزرع الخوف في نفوس السياح، وبالتالي الضرب في عمود من أعمدة الدولة المغربية وهي السياحة وتصدير الإرهاب من الجزائر للمغرب. هذا التفجير ما كانش هو الواحد، بحيث كان مخطط في نفس اللحظة تم عمليات أخرى في مدن مختلفة، ولكن المخابرات المغربية غتقدر تحبط عملية بفاس وبالقنيطرة منين غيتم إلقاء القبض على بعض المخططين لعمليات إرهابية، ودائما كانت كتستهدف السياحة والمدن السياحية. كانت غتكون عملية إرهابية كبرى وغيلقاو كمية هائلة من الأسلحة في أكنول وفاس ووجدة والقنيطرة وفي مقبرة سيدي عمارة بمراكش. وبعد 27 سنة من هذه الأحداث وبالضبط سنة 2020 غادي يتم تسليم المغربي عبد الإله زياد لجندات المخابرات الجزائرية في هذا الهجوم الإرهابي، وأحد كبار المخططين في هذه العملية اللي غيتم تسليمه من طرف السلطات الفرنسية للسلطات المغربية. المهم في الأخير بقات عملية أطلس آسني نقطة تنافر بين الدولة المغربية والنظام الجزائري، الحدث اللي غيفيق المغرب باش يستعد للتهديدات الإرهابية واللي مازال غيتكوى بها من بعد، الشيء اللي غيؤدي للتعاون بين المغرب والغرب في مجال مكافحة الإرهاب، بينما باقي أزمة فندق أطلس آسني كتبين تحجر العقلية الجزائرية والسياسة اللا عقلانية للمسؤولين الجزائريين اللي فضلوا يصنعوا عدو وهمي للجزائريين وبعبع سميتو المغرب، الشيء اللي ما غادي يخلي حتى مجال للتحرر من النظام العسكري إلا بالتحرر من وهم العدو المغربي. كانت هذه هي قصة هجمات أطلس آسني من البداية للنهاية.